هنتكلم النهاردة على أهم تنس موجود عندنا في الإنجليش يا حبايب قلبي، اسمه the present simple. طيب هو مهم ليه يا حنين؟ بنستخدمه على طول من الآخر يعني. طيب بنستخدمه إزاي؟ أما تكون بتعمل حاجة معينة كل يوم، كل شهر، كل سنة، فأنت لازم تستخدم في قلب كلامك the present simple. ازاي بقى يا حنين احطه في الجملة؟ ازاي اتكلم وانا بتكلم كده اروح يعني قايله للي قدامي ان الحاجة دي انا بعملها كل يوم؟ اقول لك يا سيدي سيبك من الاسماء خالص، سيبك من حتة بقى the present simple ومش present simple والكلام ده كله. تعالى كده لما نشوف مع بعض في اغنية حلوة هقول لك عليها. بص يا سيدي، he she it verb مع s، he she it verb مع s، I we you they نحط verb بس، I we you they نحط verb بس. تاني he she it verb مع s، I we you they نحط verb بس، I we you they نحط verb بس. يعني من غير ما اشرح حاجة، أنا لو لقيت السبجكت عندي، الفاعل عندي هي أو شي أو إت أو أي مفرد، يبقى أنا أجيب الفيرب وأحط له اس، خلاص. ولو لقيته I أو we أو you أو they، بحط الفيرب بس من غير أي حاجة. سهلة جدا جدا حبايبي، تمام؟ تعالى كده قولي على الحاجات دي هنحلها ازاي. لو أنا قلت لك she walk ولا walks؟ she walk ولا she walks؟ برافو عليك، she walks. ليه أنا اخترت الفيرب اللي بإس؟ عشان إحنا قايلين إن هي أو she أو it بناخد الفيرب مع إس، تمام؟ طيب we play ولا we plays؟ هتختار إيه؟ هتبقى we play ولا we plays؟ افتكر كده الأغنية بتقول إيه؟ I we you they نحط verb بس. برافو عليك، هتبقى we play. تمام كده؟ تمام يا حنين. نشوف حاجة كمان. إيمان cook ولا cooks؟ إيمان، انتي ما قلتيش في الأغنية إيمان. أيوة ما قلتش، بس أنا قلت إن هي وشي وإت أو أي مفرد. يعني أنا لو جبت المفرد وشلته من مكانه هحط هي أو شي أو إت. مش فاهمين حاجة؟ يعني عندك هي شي إت والمفرد بحط اس للفيرب. إيمان بقى كوك ولا كوكس؟ برافو عليك، هتبقى كوكس عشان احنا عندنا هنا الفاعل مفرد. the cats، the cats، يا ترى الكلمة دي مفرد ولا جمع؟ جمع يا حنين، جمع بتتحط مع الجروب التاني اللي هو من غير اس. طيب المهم the cats eat ولا eats؟ هتختار انهي verb؟ eat. برافو عليك، كده انت فهمت يا سيدي، هو ده present simple. حاجة كمان عاوز اقول لك عليها، شوف شوية الحروف دي بتقول ايه. O S S H C H X Z. تاني O S S H C H X Z. O S S H C H X Z. بيقعدوا يقولوا ايه؟ احنا جروب اي اس مش عاوزين الاس، احنا جروب اي اس مش عاوزين الاس. يعني اي فيرب اخره حاجة من الجروب اللي احنا قلنا عليها دي، يعني اي فيرب اخره او او اس اتش او سي اتش او اكس او زد، فاحنا بنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ بنحط اي اس مش بنحط اس. ما هو بيقول ايه؟ بيقولوا احنا جروب اي اس مش عاوزين الاس. الله، طب ما اس فوق معاهم اهو. ايوه بس دي اس تانية. خلاص كده تمام. نشوف كده مع بعض. she go ولا goes ولا goes؟ انهي فيهم؟ برافو عليك، هتختار اللي هي بالاي اس. ليه بالاي اس؟ علشان verb go اخره حرف او، علشان verb go اخره حرف ايه؟ او، وحرف الاو من الحروف اللي بتقعد تقول ايه؟
احنا جروب اي اس مش عاوزين الاس. برافو عليك. نشوف حاجة كمان. he watch ولا watches ولا watches؟ ها، انهي فيهم؟ ايوه برافو، هتبقى watches بالاي اس عشان verb watch اخره سي اتش، والسي اتش ديت من الجروب اللي بيقولوا ايه؟ احنا جروب اي اس مش عاوزين الاس. تمام. نشوف حاجة كمان. we wash ولا washes ولا washes؟ مين الشطور اللي قال اي اس؟ غلط يا جميل، احنا قايلين ان وي ما بنحطش اصلا اي اسات في الدنيا خالص. انا ضحكت عليك. وي واش بس من غير اي حاجه. انت هتتلخبط ولا ايه؟ انت اول ما تلاقي عندك اي وي يو ذي او اي جمع بتاخد الفيرب بس، مالكش دعوه بموضوع الاسات دوت، احنا مش بتاعتنا. تمام. خناقه حرف الاس دي مع مين؟ مع هي وشي وات واي مفرد، ما يخصناش بقى الحاجات التانية دي. طيب حاجه كمان، حرف الواي دايما يعمل حفلة ويعزم فيها أصحابه الخمسة. مين هم أصحابه الخمسة؟ A E I O U A E I O U. مش هنقعد نغني بقى. تمام؟ تمام. بيعزم فيها أصحابه الخمسة. تمام؟ علشان كده لما باجي أحط له بحط له كده وأنا مرتاحة. ليه؟ عشان هو بيحب أصحابه الخمسة دول. زي مثلا عندي verb play آخره حرف واي، برافو، قبليه A، فأنا لما أقول هي هتبقى هي plays. يا سلام، إيه الجديد يعني يا ست حنين؟ طب ما إحنا عارفين إن هي وشي وإت وأي مفرد بنحط لها إيه اللي أنت بتقوليه جديد يعني؟ الجديد بقى يا جميل إن بقية الحروف ما بيحضروش الحفلة مع حرف الواي، وعشان ما بيحضروش الحفلة فهو أصلا مش طايقهم. مش طايقهم؟ أيوة مش طايقهم. زي مثلا عندك verb study حرف الواي آخره حرف واي وقبليه حرف دي. تمام كده؟ طيب حرف الدي حضر الحفلة؟ ما حضرش الحفلة. نيجي نقول له يا عم study هنحط آخرك اس علشان خاطر عندك هي بقى الفاعل بتاعك. يقول لك أبدا أنا أصلا مش طايق الدي، هتحط ورايا حرف كمان؟ لا يا عم أنا ماشي. أول ما بيشوف حد يحط ورا حرف الاس يروح ماشي على طول، ما بيقعدش. ليه؟ عشان الحروف دي ما حضرتش الحفلة. المهم لو لقينا حرف الواي وقبليه حرف من الحروف اللي ما حضرتش الحفلة، بشيل الواي واحط اي اس. بيمشي الواي ونحط اي اس، ما هو حرف الواي بيمشي، بيسيب لنا الفيرب ويمشي. افرض مثلا يعني عندي فيرب cry اخره حرف الواي، قبل حرف الواي بقى في ايه؟ حرف الار حضر الحفلة؟ لا ما حضرش. ايه اللي هيحصل؟ هيمشي حرف الواي ونحط اي اس، بقت اسمها she cries. طيب لو verb cry برضو بس مع كلمة they cry زي ما هي يا حنين، انتي بتدخلينا ليه في الموضوع بتاع حرف الاس؟ دي خناقة بين هي وشي وات، احنا مالنا؟ برافو عليك، هتبقى they cry عادي جدا يا حبايبي. يلا بقى نشوف النيجاتيف اللي هي حاجة ما عملتهاش أصلا ومش بعملها ومش هعملها مستحيل مش عايزة أعملها يا عم، أنا حرة. تمام. تعالوا كده لما نشوفها مع بعض. نشوف الأغنية بتاعتها. أما نلاقي الفاعل I أو we أو you أو they هنحط لهم don't. يا حلاوة. أما نلاقي الفاعل I أو we أو you أو they هنحط لهم don't. أما نلاقي الفاعل he أو she أو it لازم نحط doesn't. أما نلاقي الفاعل he أو she أو it لازم نحط doesn't. طيب I go to school أنا بروح المدرسة every day كل يوم.
تمام. I go to school every day. بروح المدرسة كل يوم. أنا عايزة أقول يا جماعة أنا ما بروحش المدرسة كل يوم. ليه يا عم؟ يا عم أنت مالكش دعوة. المهم أنا ما بروحش المدرسة كل يوم. هتبقى إيه؟ I don't. خدت بالك من كلمة don't بنحطها فين؟ بعد الفاعل. I don't go to school every day. أنا ما بروحش المدرسة كل يوم. تمام. نشوف جملة كمان. They play in the garden. هما بيلعبوا في الحديقة. They play in the garden. تمام. طب أنا عايز أخليها negative، نفي. هعملها إزاي؟ هتبقى they don't play in the garden. هما مش بيلعبوا في الحديقة. أمال بيلعبوا فين؟ يا عمي أنت مالك. They don't play in the garden. هما مش بيلعبوا في الحديقة. سهلة جدا. أنا ما بعملش حاجة، أنا بحط كلمة don't مع مين؟ لما نلاقي الفاعل I أو we أو you أو they بنحط لهم don't. يا حلاوة. بص بقى، عندك كلمة doesn't اللي هو لما نلاقي الفاعل he أو she أو it بنحط لهم ايه؟ doesn't. صح كده؟ كلمة doesn't دي بقى عايزة أقول لك اللي هي ما بتخافش من حد، اللي تلاقيها قدامها تاكله. ايه؟ نعم؟ ايوه. لو لقيت اس في الفيرب تاكله، تاكل الاس يعني. لو لقيت اي اس تاكلها. لو لقيت اي اس تاكل. بص، مفجوعه ما بيهمهاش حد. بصوا ضربه كده في السماء ما يهمهاش حد. لو جبت لها مين يعني لما نلاقي doesn't خلي بالك اما تلاقي doesn't يبقى doesn't هتاكل حرف الاس او الاي اس او الاي اس اللي موجودين في قلب الفعل عندك. من الاخر عشان ما تجيش تعيط وتقول لي ايه ده كان هنا في اس، طب هنا كان في اس، طب هنا كان في اي اس، ما في بطن doesn't. بألف هنا. تمام. ازاي بقى يا ولاد؟ انا هفهمكم. she cooks her food. هي بتطبخ الطعام بتاعها. she cooks her food. هي بتطبخ الطعام بتاعها. جملة حلوة اهو. انا عايزة اقول هي مش بتطبخ الطعام بتاعها. هتبقى she doesn't مكانها فين؟ لازم تعرف مكان كل واحد. بيتحط فين. she doesn't هي مش بتعمل ايه بقى؟ cook. she doesn't cook her food. يعني هي مش بتطبخ الطعام بتاعها. الله، مش كان في اس فوق يا ولاد للفيرب؟ راحت فين؟ بالهنا والشفا. بألف هنا على قلبك يا doesn't. ألف هنا. أجيب لك مية تبلعي؟ ألف هنا. تبقى she doesn't cook her food. he watches TV. هو بيشاهد التلفزيون. تمام كده؟ تمام. طب أنا عايزة أقول هو مش بيشاهد التلفزيون. هتبقى he doesn't. برافو عليك. ما احنا بنحط قلنا مكانها فين، ما احنا مش عايزين نلخبط الدنيا. مكان don't أو doesn't بعد الفاعل على طول. تمام. فاعل بعد الفاعل. ماشي. هتبقى he doesn't watch TV. ايه ده؟ مش كان في اي اس؟ ألف هنا على قلبك يا doesn't. ألف هنا حبيبتي. شوية عصير. طبعا انت فاهم طالما حطينا doesn't بالهنا والشفا على قلبها. he cries loudly. يعني هو بيعيط كده بصوت عالي يعني. تمام. معلش. المهم هتبقى he doesn't. طيب بالنسبة للcries طبعا بالهنا والشفا كلتهم IES. كلتهم مين؟ doesn't. طيب هنفضل سايبينهم كده عريانين. السي والار لقينا لك حرف الواي جاي جاري عليهم. تعالوا انا جايلكوا تاني. ليه جايلنا تاني؟ ما خلاص بقى، ما احنا شلنا IES. هتبقى doesn't cry loudly. جملة كمان معلش. he studies English. هو بيذاكر English. أنا عايزة أقول هو ما بيذاكرش English زي ناس كتيرة جدا. هتبقى he doesn't study English. الله، IES راحت فين؟ طبعا انتوا فاهمين. بألف هنا على قلب doesn't. والحمد لله كده احنا خلصنا the present simple يا شباب، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمت ال present simple. هستأذنك من فضلك تعمل لايك وما تضيعش تعبنا على الفاضي ولا على الأرض. أشوفكم على خير. سلام عليكم.